الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من المعتوقين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقراءتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهائه. وبعد، ايها الاحبه، لا زلنا في غزوه بدر. هذه الغزوه التي كانت في السنة الأولى الثانية من الهجرة في رمضان، في 17 رمضان، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الاثنين بعد 7 أو 8 أيام من رمضان. وخروجه كما تقدم معنا لأجل أن يقطع الطريق على قافلة كبيرة لأهل مكة قوامها 40 شخصا بقيادة أبي سفيان، وهي تحمل كثير من أموال المهاجرين الذي صادروها عندما أراد المهاجرون الهجرة. أخذوا منهم ما يملكون وتركوهم فقراء. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرض الأمر عرضا ولم يأمر أمرا: اخرجوا لعل الله أن ينفذكم إياها، يعني تاخذوها تتوسعوا فيها يا أهل المدينة، لأنه هي أموالكم فيها المهاجرين. وخرج، ولو طلب وعدم وعين لكان العدد كثيرا. أما عرض الأمر عرض، كان عددهم لما استعرضهم 314 هؤلاء. ورجع الشباب الصغار ما نسمع يأخذون، وأخذوا معهم سلاح الأول، عصايا وسيف مسلم ورمى إلى آخره. أبو سفيان قائد التجارة مسؤول عن الحفاظ عليها، حاول بكل جهده يسلم التجارة وتوصل لمكة سبيلة لأهلها، وغير كثير من الطرق
وحتى بعد ذلك وصل سالما. مين خرج من مكة مشان التجارة؟ أبو جهل قاد المعركة، وعدد اللي جمعهم 1000 رجل بالسلاح، ومعهم 700 بعير و100 فرس وأسلحة ودروع. الرسول معه جملين، هذول معه أو عفوا معه 70 جمال يتعاقبوا عليه، ومعه فرسين. هاي سلاحه، وإنهم خارجين ليقطعوا الطريق على التجارة، لكن التجارة نفذت. كانوا أهل مكة ما يستطيع يخرج، لازم يطالع رجل البدائل. أما يخرج في مكة هذا ممنوع عند أبو جهل. فهشام بن العاص له دين على أبو لهب، قال له أبو لهب شو رأيك بتروح عني بهالدين اللي يجي عندك وبعدين نتسامح؟ قال له خلاص. أبو لهب ناظر عليه لأنه خاف من رؤيا عاتكة حدثناكم عنها، وكان ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم صار يتفقد المنطقة كما ذكرنا، وهو عم يصلي كان باعث سيدنا علي، سيدنا سعد، وواحد ثالث يكشفوا المنطقة. جابوا 2 عم يسقطوا على ماء بدر، وهن من جماعة مين؟ هن من جماعة أبو جهل. معناها أبو جهل طلع من مكة ووصل إلى المنطقة، فصاروا يقتلوه وهو عم يصلي الرسول حتى يقولوا يعني ما أنت من جماعة أبو جهل، يعني من جماعة أبو سفيان، يعني لسه العين موجودة مشان يطلعوا مشان. الرسول خلى الصلاة، جاب 2 هذول وسألوا، قال له وين جماعتكم؟ قالوا له والله 3. أنتج عددكم؟ قالوا له كثيرين. عم يحكي عن أبو جهل. مين معكم؟ عندنا صناديق قريش، ما ترك واحد من صناديق قريش إلا ذكره. الرجل تذبحوا اليوم؟ قال له نذبح 10 جمال. قال عددهم معناها 1000، 900,000. عم يسمي الصحابة إنه هذول اللي جايين 1900 وصناديق قريش إلا موجودين. قالوا شوفوا أهل مكة رمت في أكبادهم، وهلا أمامنا هذه المعركة. كانت التجارة نفذت، ووصل أبو سفيان لمكة وبعثوا لأبو جهل ارجع، وصلت التجارة. قال له لا نرجع
وحتى نرى البدر، وحتى يريد تشرب الخمر، والمغنيات تغني، ويصير هناك الفرح. نتحدى العرب بالله لما نكون في بدر ولا نرجع. في بلد زهرة هذول 300 واحد رجعوا قالوا نحن بعد نسلم الأموال أموالنا ما بقى أولاد، ورجعوا. الرسول صلى الله عليه وسلم صار أمام الموقف وأراد يأخذ رأي أصحابه. عجب عنده أصحاب 313 يقاوموا الجيش الكبير، بده يشوف مين معه. إذا ما عنده استعداد بيسحب النظام، لا عنده استعداد يقوم المعركة. الرسول له كمان، لأنه هو لما أعطى بيعة العقبة أهل المدينة قالوا له نحن نحميك، يعني ما دمت عندنا في المدينة. أما ما ذكروا خارج المدينة شو كان موقفهم، كمان كلموا عنه بدافعوا عنه، هي ما دعوة. أشيروا عليه أيها الناس، أبو بكر حكى. أشيروا عليه أيها الناس، عمر حكى. أشيروا عليه أيها الناس، قام المقداد حكى. وكلهم مهاجرين، هو ما بده المهاجرين، بده الأنصار. أشيروا عليه أيها الناس. مين سيد الأنصار؟ سعد بن معاذ. قال له كأنك تعنينا يا رسول الله. قال له نعم. قال له قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله بما أمرك الله فنحن معك. فوالله لو قمت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدونا، وإنا لصور عند الحرب صدقا عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقوم به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر عليه الصلاة والسلام، وإذ وجد تجاوز من الأنصار بشكل فعلي ارتاح. قال له إن الله وعدني إحدى الحسنيين، إما الأير وإما النفير. فالأير راعي بيبقى النفير يعني الجيش جاي، وبإذن الله إني أرى مصارعه، فلان هو بده يقتل، وفلان هو بده يقتل، وفلان هو بده يقتل، إني أرى مصارعه. وتقدم الرسول لمكان، المكان يعني فيه تراب وما في مي، وأصاب الصحابي المعاذ فناموا. وليش أمر يناموا؟ قال مشان يطمئنوا إنه الجيش الكفار جاي وهن يجيبون النوم. وإن بعضهم من البقر طلع عليه نزل وما في مي، كيف بده
يساوي، دعا إلى الله، دعا مكان نجمه، وإذ تنزل الأمطار الأرض هي متسددة متساوية كويسة، وبيغتسلوا وبيعبوا ما عندهم من الأوعية. هل نظرها يضر بأرض الكفار، يصير قبائلهم لا يمشوا ولا يتقدموا. الله عنده جنود، مو بس الجيش، في ملائكة، في الريح، في المطر، هي كلها من جنود الله، كلها من جنود الله. فلما أخذوا حظهم إجا صحابي اسمه الحباب قال يا رسول الله، هذا المنزل الله أنزلك إياه لما هذا الحرب والخدعة. قال له لا، مو الله أنزلك إياه. قال له إذا يا رسول الله بدنا نتركه ونروح لمكان آخر، هذا مو خرج معركة وخرج حرب. قال له نعم، واستجاب له. قال له نحن بنيجي على بدر فيها آبار، بنشوف أقوى بئر فيها، هذا بنخليه وبنعمر الحوض حوله وبنعبيه مي، ومشان إذا دارت المعركة المسلمين اللي بيجوا بيشربوا والكفار ما بقى عندهم مي، ما بخليهم يشربوا. قال له نعم، وتقدم رسول الله وإجوا على أقوى الأرض، والآبار الثانية كلها غوروها وقمروها مشان ما تاخذ من الكفار وين، وما به غير البئر قوية الماء، وسووا حوله وعبوها مشان إذا ازدادت المعركة المجند والجندي والصحابي لو فاضي يدي البدو ويطالع يلاقي المي قام ويشرب وبيرجع للمعركة. وحضروا هذه التهيئة. إذا سعد بن معاذ سيد الأنصار قال له يا رسول الله، أن نبني إليك غرفة عمليات عريش تقعد فيه على ظهر التلبية، نبني لك إياها من إيش؟ لا من حديد ولا من مدافع ولا من دبابات، نبني لك عبارة محل عمليات بتعطي الأوامر منها، وإذا كان نظرك الله منحط الركائب عندك، إذا ما انتظرنا وانهزمنا بتركب الركائب وبتلحقنا. قال له وهو كذلك، وبنوا العرش بنالوا العرش. مين كان الحادث للعريش أمام 1000 واحد أو 700؟ كان أبو بكر، هذا الشجاع الأول. أبو بكر يقف حفاظا على رسول الله أمام جيش الكفر كله ولا يهاب.
والرسول صلى الله عليه وسلم جلس في هذا الحديث وصار يدعو: ما له غير الله، وما النصر إلا من عند الله، هو من عنده. أنها المخططات اللي هنشتغلها بأي كلية حربية تعلمها وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، جلس فيها يا العالم. بعدين نزل يتفقد الشام، نزل على أرض المعركة والصحابة واقفين تمام، ومعه عود. إذا شاف واحد له مصروف، لأنه كان السلاح بالنبل الأول، والنبل بدل يكونوا جنب بعض عشان يرموا كلهم رمية رجل واحد. هي الشجاعة. وبعد أصيب السيوف، مو مثل ما بقى في شجاعة، كل شيء بيحكي بالبطولات والشجاعة يشطب عليه. هلا بتخبى لك ورا شيء ولا أكبر قائد وتطلب الصوت بربعه. أي من الشجاعة؟ الشجاعة لما توقف أمام العدو ينفسك ويوقف أمامك يا بالنبل يا بالسيف. أي شجاعة قديمة. أما هلا كل هذا فاضي، كل الجمال بيقتل أكبر وطن. أي شجاعة هي؟ فمعه العود لقى سواد، صحابي اسمه سواد مقدم صدره إلى الأمام، بس نقروا للعود قال له: ارجع يا سواد، يعني الصف مضبوط. قال له: يا رسول الله أوجعتني، بدي أنا أقتات منك مثل ما ضربتني، بدي أضربك أنا. جندي في أرض المعركة بيقول له لقائدهم بدي أقتص منك، ما بيجي. قال له: دع، كشف له عن أمه وأعطاه العود وقال له: اضرب لي. فعانقه وقبله الله. قال له: ماذا عملت؟ قال له: وما ترى؟ أريد أن يكون آخر عهد بيني وبينك أن يمس جلدي جلدك. هيك ثم طلع على العرش، شخص اسمه سواد حلف يمين أقسم يمينهم إنه يجي يشرب في الحوض. فإجا سيدنا الحمد قتلوا بقلب الحوض وضربوا ضربة على رجله طارت بضع في الدمار. فهذا أول قتيل في غزوة بدر. هذا أول قتيل. كان الأول في المبارزات. أي شجاعة يا حبايبي، يوقف الواحد أمام الثاني بالسيف يتناقشوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم طالع 3 من شباب الأنصار، مو من المهاجرين من الأنصار.
الثاني شباب. الكفار قالوا له من هؤلاء؟ قالوا له فلان وفلان وفلان. قال له خليه معتنا من جماعتنا أهل مكة أكفاءنا. قالوا ما بتقبلوا. إيه؟ قوم يا عبيد بن الحارث قابل أنت عتبة بن شيبة. قوم يا علي أمام الوليد ابن عتبة. قوم يا حمزة أمام أخونا عتبة. فأخين ولد منهم وطلعوا الصحابة الثلاثة وابتدأت المبارزة بالسيوف. سيدنا علي رمى اللي أمامه وقضى عليه بسرعة. وكمان سيدنا حمزة كمان قتل صاحبه دقي عبيد بن الحارث وعتبة بن ربيعة. هذول الهذاينية الاثنين كل واحد صاب الثاني. فأخذ عبيد بن الحارث يشكو من رجله وأخذ قرارات المعركة، والاثنان أقدموا على عبيد بن الحارث على عتبة بن ربيعة وقتلوا. الثلاثة اللي ظلوا للمبارزة قتلوا. هذا بيخلي الكفار يرتعبوا ويخافوا. شافوا رجال مرعبين. الرسول قاعد في غرفة العمليات اللي هي بناها سعد بن معاذ، عبارة من طش. هي غرفة العمليات يعطي الأوامر ويرفع يديه متضرعا، وحتى يعلى كتافه من كثرة الدعاء وما رفع يديه سقط عن كتافه. والقدر يضمه من بره يقول له يا رسول الله والله الله يعطيك ما طلبك، يا هون عليك يا رسول الله، هون هون هون. وهو يدعو وينادي. لسانها احتدمت المعركة. فأنا نشوف بكرة إذا احتدمت المعركة شو بصير بعد المبارزة الثانية. وصلى الله وسلم وبارك على